بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. احنا النهارده بقى هنعمل مع بعض رموش الست او عيون الشهد. بصوا، اول حاجه كده عايزين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش يدعمني باللايك والاشتراك. وندخل بقى في الفيديو واقول لكم النهارده بقى شويه اسرار كده وشويه تكات تخلي معاكي رموش الست تطلع ناعمه وجميله وزي الفل، وهتعجبك جدا. دي حاجات كده يعني حلويات من حلويات رمضان الجميله السهله اللي مش مكلفه ومش متعبه وما بتاخدش وقت. اول حاجه جبنا نص كوبايه زبده، سمنة على زبدة، زبدة على زيت زي ما تحبي، بس الأصلية هي نص كوباية زبدة. أنا حطيت هنا نص كوباية زبدة، وحطيت عليها نص كوباية سكر بودرة، وحطيت عليهم جبنة بيضتين. خدنا صفار واحدة وحطينا بياض وصفار واحدة تانية، يعني هما بيضتين خدنا منهم بس صفار وشلناه هنحطه للوش. وحطينا بقى كل المكونات دي اللي هو الزبدة، نص كوباية زبدة على نص كوباية سكر بودرة على صفار بيضة، بيضة كاملة وبياض بيضة، يعني بيضة كاملة وبياض بيضة وكيسين فانيليا. وعندنا بقى هنا في البولة دي معلقتين اتنين دقيق سميد اللي هو الدقيق بتاع البسبوسة. الدقيق بتاع البسبوسة وانتي بتعملي البسبوسة كده خدي منه معلقتين وشيليهم على جنب. وحطيت رشة ملح صغننة كده. وعندنا بقى كوبايتين دقيق، انا خد مني كوبايتين وربع. هو كل حاجة بتبقى حسب ايه، حسب الدقيق بتاعك، في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لأ، فبيبقى حسب. انا حطيت هنا اول كوباية وحطيت معاها نص معلقة بيكنج باودر. ما تكتريش البيكنج باودر عشان البيكنج باودر بيخليها ايه تكبر كده وتنفش، فبتبقى مش حلوة قوي، لا احنا عايزينها ناعمة كده وجميلة. حطيت الاول ايه كوباية ونص وايه وقلبت كده بالمعلقة، لقيتها لا لسه عايزة تتعمل بالايد، فرحت ايه عاملاها بايدي. بصي بطراطيف صوابعك كده، عشان ايه دي زي عجينة البسكوتات بالظبط، مش عايزة عجن، مش عايزة عجن خالص. ماشي، انا حطيت بالظبط كوبايتين وربع، خدوا مني كوبايتين وربع ومعلقتين سميد. ماشي يا حبايبي، هي الموضوع سهل جدا جدا جدا، ويعني ما بياخدش وقت منك خالص. بصوا انا حطيت بعد كده هو اما قلبت لقيتها لسه محتاجة، حطيت بتاع ربع كوباية، يعني يعتبر معلقتين بس زيادة، عشان بس نفكها من ايدينا كده وتبقى ناعمة كده وطرية وجميلة. هتشوفوها بقت ناعمة وبقت جميلة في منتهى الجمال بصراحة. بس كده هما حطينا الكوبايتين وربع الدقيق وقلبنا، فخلاص بقى اتمسكت وبقت جميلة. بنجيب صينية بقى ما بندهنهاش اي حاجة، لان هي فيها نسبة دهون كتيرة، يعني النص كوباية زبدة دولت كتير مش قليل. بصوا هنا بقى اتلمت وبقت جميلة ازاي. بصوا سابت البولة كده، يبقى هي اتلمت وبقت جميلة. بصوا انا بوريكم بايدي التانية عشان ايدي دي ملزقة فمش باين فيها، لكن بصوا بايدي التانية ما بتلزقش ولا اي حاجة، زي الفل اهي. رحت غسلت ايدي وجبت الصينية وجيت. بصوا طريقتها سهلة جدا، بتعمليها كرة، وبعد الكورة بتروحي ايه عاملاها طويلة كده شوية، وتقومي دايسة عليها بصباعك في النص، بتعمل شكل الرموش. بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. وعايزة اقول لكم ان هي طلعت ما شاء الله تحفة، طلعت تحفة، طلعت خرافة بصراحة. يعني بسم الله ما شاء الله. عيالي حطيتها لهم ما شاء الله، وطلع طبق حلو كبير كده. ما شاء الله عيالي قعدوا عليه خلصوه. فدي هتبقى بقى معاكي حاجة جميلة كده رمضان، سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت ومش مكلفة ومش بتاخد منك اي وقت خالص، بتاخدش اي وقت خالص.
جربيها وان شاء الله ايه اعتمديها بقى في حلويات رمضان الايه السريعة السهلة كده. بصوا ما شاء الله، بصوا تشكيلها كمان سهل جدا. احنا هنعمل صينية كده وهنعمل صينية مدورة. بصوا خلصنا دي اهي، بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. هنعمل بقى صينية مدورة كده ونقوم مبططينها وخلاص كده، ونقوم عاملين فيها فتحة في النص كده وخلاص. لو عندك بقى اي مكسرات احشيها بقى، بندق، سوداني، اي حاجة حطيها على الوش كده بتبقى جميلة برضو تحفة. برضو احنا بقى في رمضان هيبقى عندنا المكسرات وعندنا الحاجات الجميلة دي، تحشي بقى بيها، بتحطي على الوش كده ايه واحدة بندق، واحدة سوداني، برضو بتطلع معاكي ما شاء الله جميلة. جربي طريقتي وان شاء الله هتعجبك. اهم حاجة ما تزوديش البيكنج باودر وتزودي الفانيليا. يعني انا حاطة كيسين ولسه هحط كيس تاني على بتاع ده، على اللي هو الصفار البيضايه، عشان احنا لسه عندنا صفار. بصوا ده صفار البيضة اللي انا قلت لكم احنا خدنا بيضتين، خدنا الصفار ده هنحط عليه كيس فانيليا وهندهن بيه الوش بالبتاع دي بالفرشة كده، ندهن بيه الوش عشان يطلعها لك ايه لونها جميل كده من على الوش. بصوا احلى بجد، احلى كتير 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 من بتاعة الشارع. انا ولادي بيحبوها قوي من الشارع، بس هي الصراحة احلى بكتير من بتاعة الشارع. جميلة جميلة هتعجبك جدا. جربيها وان شاء الله هتدعيلي وقولوله ايه رأيكم في الكومنتات. بصوا ما شاء الله جميلة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بألف خير يا حبايبي. دي حاجة بقى ايه سهلة كده وسريعة لرمضان. وما تدهنيش الصينية اي حاجة، انت بتحطيها بس بتاخدي بالك بس وانت بتحطي البيض عشان ما ينزلش على الصينية، بيعمل كده ريحة مش حلوة، وكمان بيلزق، بيخليها هي كمان تلزق. فانت خدي بالك ان الايه البيض ما ينزلش على الصينية، يعني ما ينزلش لتحت كده على الصينية، ده تاخدي بالك منها. بس بصراحة هي كانت طالعة جميلة. هنعمل فيها بقى دلوقتي شكل بالشوكة كده هيبقى جميل. وبنعمل لها كمان ايه شربات. انا ما عملتش معاكم الشربات عشان انتوا شفتوني كذا مرة وانا بعمل الشربات. شربات زي بتاع البسبوسة بالظبط. بنحط كوبايتين سكر على كوبايتين مية ونص ليمونة. بصوا هنا بقى عملنا شكل كده بالشوكة، يعني مشينا عليها الشوكة كده حاجة بسيطة خالص كده عشان تعمل بس شكل من فوق كده. هتشوفوه برضو لما تستوي هتشوفوا شكلها بقى ايه. نرجع تاني لشربات البسبوسة. هو شربات زي بتاع البسبوسة بالظبط، شربات خفيف. بنعمله بس لازم يبقى بارد ما يبقاش سخن، يعني نعمله من قبل ما نعمل دي. اهو الشربات اهو، بصوا شربات خفيف ازاي، خفيف خالص. يا دوبك حطيت مع كوبايتين سكر على كوبايتين مية، عليهم واحدة نص ليمونة. بصوا لونها، بصوا بقى الشرط اللي احنا عملناها اللي هي عملناها بالشوكة. بصوا هنا بقى نسقي بقى كده ونسيبها شوية تشرب. بصوا نسقي كده ونسيبها شوية تشرب وبعدين نقلبها على الناحية التانية عشان ايه تشرب من الناحية التانية. بصوا ما شاء الله، ما شاء الله جميلة. بصوا ما شاء الله تحفة بجد، هتعجبكم جدا. جربوها وهتعمليها كل يوم. سهلة بقى، اسهل من الكنافة واسهل من البسبوسة واسهل من كل حاجة. بصوا ما شاء الله هي سهلة وجميلة وكمان طعمها جميل، بتدوب كده في البق، بتدوب وما شاء الله جميلة. جربوها وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم زي ما هي عجبتني وعجبت ولادي كده، ان شاء الله هتعجبكم. هنا بقى بعد ما شربت جبت الطبق التقديم ده، بصوا رصيتها عليه ما شاء الله طالعة بجد تحفة تحفة. ورشيت على الوش برضو شوية سكر شوية عسل كده عشان يخلوها ايه تلمع.
هنا بقى الصينية التانية اللي هي المدورة. بصوا ما شاء الله، برضو نسقيها شوية عسل ونسيبها برضو تشرب، وبعد كده ايه نقلبها عشان تشرب من الناحية التانية. طلعت معايا بجد جميلة، جربوها، انا مش قادرة اقولكوا على الجمال بتاعها. جربوها وان شاء الله تدعولي وقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. وهنرصها بقى دلوقتي كمان في الطبق، وهتشوفوا بقى المنظر في الاخر، بجد حاجة تحفة. بصوا بقى بنسيبها تشرب شوية عشان تاخد من العسل ده، والعسل يدخل جواها كده، بيخليها تبقى مرملة و... وناعمة، يعني مرملة وناعمة في نفس الوقت، جميلة. بصوا هنا بقى بعد ما رصيتها في الطبق التقديم، بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي، وطعمها كمان، يعني مش شكلها بس، طعمها كمان جميل. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، يعود عليكم الأيام بألف خير إن شاء الله. رمضان كريم عليكم كلكم، وعلى بيتكم وعلى أهل بيتكم وعلى ولادكم. بصوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله في الكومنتات يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.